بسم الله الرحمن الرحيم. آية مدي ستما أكون نسبرك البرنامجنا تيفوت نولون غصدي إن شاء الله رنسول في الموضوع الغلو في الدين. ما قال المقصود غلو في الدين، الغلو في الدين يقات كانت غوسة اللي ورت اللي غدين غيك اللي ساغ يوم ربي أساس نمارس الشعائر الدين تبنى في الوسطية، لا زيادة ولا نقص، لا ضرر ولا ضرار، ولكن أرتين كرام مدن شوية تشددن الموضوعات أرانز الغصاد والحلقات تبع ديدنا الفقرات لها البرنامج الغصادي إن شاء الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. حسن انت هذاك اللي خلت جمعت عرفتي غادي اللي خصيويت وركز السفوه عرفتي حتى تولي هذاك اللي ساكن ليك قال العباده القصر او النوع الضعف الابجديات الدين ما كان غرس فراد نعيش غيان المجتمع غيان متسامح دون الغلو. نبدا غصاد رنسول في الموضوعات اللي منسى الغلو في الدين. الغلو في الدين يقى التشدد، التطرف، المبالغه، ما يسمعنا كله يوليونا اللي مروسن سمعنا غير اللي نزرع قراتنا دار كرام ميدن ورد كفانس غير اللي إن ربي غدين أرديست زياد نار تشدد نار أرتلن في قويانسن وقرن غير اللي يردين. فما ديك السبب من ديك الخيرة يكاد ربما كنت غوسيوين أتدور تغير كلام ميدن أرتين هاتي أي الناس كان نزيد غير مسائل رنزيد غلاجر رنزيد يعني أنا مز غدين نتنوه الدين غيقا الدين وسط وجعلناكم أمة وسطا وكل سيدنا الله تعالى والقرآن الكريم باش أنا سرقت كل تي غوسيوين هاد ما قزنتي ترى الوقت ما قزنتي راه الدين ما قزنتي راه الشرع رنظر إن شاء الله تغوسيونا من خلال النصوص القرآن الكريم الآيات القرآنية من خلال الأحاديث النبوية الشريفة دماسي خصها التنسكر خصو لوكاتنا هي غير كذا سي خصها التنسكر غدينا غير كذا سي خصها أساس نتمسك الدين باش كل نزر ما ترى الوقت غير رنزر هي المشهد التمثيلي. الله اكبر. تحية لله طيبة لله صلاة والسلام وعلى آله سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله يا رب. يا رب بسم الله. صباح الخير يا حسن. صباح الخير. يقبل ربي. امين. يسكي واش تزول ولكت في صغارتي مسكيت الزلا قيت شكون عليك اللي خدمت هو الفولكي هذا يسكراك سقساك وكي خاصك راه هو مالك النار هو تسنتو كان ضروري يا تسنتو كان غير اللي بدا هاك الصباح ربي هاكي بالبركه. امين. المهمه تيرد في السوقيه دار الوقت يمكن تدوري واخا ان شاء الله يرضي. يلاه هاكي هاكي الصباح ربي. امين. هاكي وربي على خير. تيمسي ولد حسن يا بخير. على السلام منك. وانت قلت كلمه نسي انا قلت لك كلمه اشتغل حسن انت هذاك اللي خلت جمعت ما تقع عرفتي غادي اللي خصيويت وركز السفوه
مالك وهاتوري يمكن في اللي تعودت لك كيساس فلات يبقى هاتوري يمكن واه يخفى فيها كيغدوش كيغسى الداويه سامحي هاتي حتى توري هاتي تغير عباده هاتي كرفتو غزال غير تزلاتي زوال غزال اختك زين غزال اختي ولج شي ديال الوقت تخدمو خفاق المارشيه وخدمه الشتا وري يمكن هادشي هو داكشي غاكا وحدي هي غير هو سنه ديال الناس تحسدمت والله يهديك انت كي تغرس لي السنه الدين السوق تقيس واه زيك صباح حازال هاتي حتى توري اللي ساكنني خصك العباده هاتي انا واد العباده على 60 الغلو في الدين خدم نكرت زيك صباح باش تنفعوا تا كاين تدفعوا شويه درني اجي نشرك الاجر هاتيت اجي نديروا الاجر نكيتيت كيصبح هو هاتي ورندرو الاجر ما قال لي غندرو الاجر يخت نكرت الزلط غنك اللي سكرت فتوس نزقت الزلط فتوس اللي خدمتك تسجلت كان خدمت تعاونتي في المصاريف نتقمي تعاونت كايونك غير يخفنك بعدا هاتي وري يمكن لك كدير زيك صباح فاك ما ستشاتي كليف فاك ما ستساك الحوايج الله يهديك يخنيت مال اللي تيني وري قصحت سقسا كرا العالم هادو تنيت هاتي غادي جهل هو يخمي وما سكتيني ايتما دي ستما نزرى المشهدات التمثيلي ودي غار التمثيل ولكن غير اللي نمدنا غير المشهدات هاتي ارت نزرى كريغاتس ارت نزرى اختو درتنا ارت نزرى قرميدن ما يقال غايه يقال يتغوصه اللي فينها الاسلام وريري نمارس الدين صغيكا إذا كتعبد ربي لا هاتي العبادات الله كتغوصوين كل وين كان بلاد ما غير يخدم هاتي تعبد ربي يا غير سالا تروان سالا تعبد ربي يا غير سالا كل تغوصوين اللي يسال بلاد يغنت يزنت الله الاخلاص لله تعالى هاتي كانت العباده غير كان هاتي يخصى انظر يعني التصرفات اللي خالفين الدين اللي كان التشدد في الدين اتنت نمنع اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من قبلكم الغلو في الدين ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم باش نبعد في الغلو في الدين شكون الامم اللي زوارنين اليهود والنصارى الغير ناس اللي زوارنين حتى الديانه اليهوديه والنصرانيه السبب الهلاك نسن دا غير اللي فلسني يسلط ربي العذاب يقاس بنس الغلو في الدين هي منك انظر مسينا ربي يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انشكون ودين الديانه اليهوديه انت تيزوارنا غد الديانات السماويه الكتابيه الديانه اليهوديه اللي زدي يشكى موسى عليه السلام تبعت الديانه النصرانيه لزوجك عليه السلام فغول ما درس نتيني اهل الكتاب لا درس الكتاب الانجيل غدار النصارى والتوراه غدار اليهود ولكن غول حرفنت تشدد كانت غاوسيوين شدد انت كيزنت الا شدد نخطا غاوسيوينا ينبهتنا ربي سليتا يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق اشكون مسنن ودين نان عزير بن الله يسكرن عزير ابن الله مسنن رومين نان المسيح ابن الله وكان ارتزياد ارتبلغ كانت غاوسوين اللي فينها الاسلام الله تعالى اللي تخاطب محمد صلى الله عليه وسلم ارقصنس مسسنا وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الكتاب القرآن الكريم هاتي إلا كل جزء الخير ما يقى التبيان يقى الرحمة يقى البشرى للمسلمين كان أسدنا دغ القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ربي إنا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا إفراط ولا تفريط. الشرع إيجاد التمسك بالدين الوسطي. إن القرآن الكريم مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى رتني الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هان ديننا اللي يغدي ورقص ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقال الرحمة، يقال الرحمة راه غير تباين الخير، راه غير تباين النفع، راه غير تباين مانيك اسرى نعيش تدرتنا مانيك اسرى نزري تدرتنا غفولكي الصلاح ما غير وال تغوس اللي غبار هاي ضرر مستيقن يقت الغلو في الدين. يقال المقصود هو مسلم اي تبع اي تمسك الكتاب الله تعالى القرآن الكريم، يتمسك السنة النبوية بس انت تتمسك القرآن الكريم ما سن القرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، هذا يهمنا بزاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. ومن بعد اللي نحاول شوية نوضح يعني ما يقال المقصود يعني الوسطية الدين باش الناس تمارس يعني الدين، أنظر مدنا للمواطنين في الموضوع الغلو في الدين. الغلو الديني قالت هي الزياده اللي تاوين بعض من قل نظره في الامور الدين أردت تزياد الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو في الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هلك المتنطع. الغلو الديني قالت التشدد، التنطع، الانحياز الى يعني كان الجماعه كان التيار. الغلو نتيني الغلو واحد الدين قالت التطرف التشدد يعني نسكشم كرا الحاجه حدين ورقيس لا. الغلو غدين يقات ماست بنادم ريسكار كان طاوسيوين يعني ارقيس انت تتجاوز ارقيس انت الزرع اللي سنا القران، بمعنى ان بعض من قل نظره في بعض الامور اللي هي ابجديات في الدين ارقيس انت تزايد ارقيس انت يسكر الغلو والزياده. مثلا نزرع حماس المؤسسات، حماس محاضرات مثلا اللي تقر كرا نميد غي كادر تجمعان تسيت بعض المواضيع زود غيكا اي تمدي ستما نزرع مدنا المواطنين الشارع. المواطنين اتفقوا كله في اني الرفض الغلو في الدين كله ننهن القرآن مية جزء إلى العدد جزء ننهن القرآن أي كان الأصل الدين الثاني قال مصدر إزوار الدين اللي فرنت تمسك الدين. فماذا يجرى نكني غيره يجرى يقطع قرايد يسقسنا ديك القرانين راه كانت غاوسيوين اللي ورتنت اللي نكري السين نكري اللي غنمزي اللي غلا شبابنا ورتن السين يانا 20 عام نقد 30 عام يا نقصيت قرند. السبب على كل حال يعني ونصدرات كل نفس ما يجلس ننزل اللي غادوشكا، ولكن يخصها ان نركز في التغوسه المستقان هن يغنرا ان نتمسك ديننا ان الدين الوسطي المده كله من اللي غيكش من الاسلامي تبتكي الدين الاسلامي لان درنا ثوابت الدينيه اللي فالدفعه نمز كيزنت تاسوتين في تاسوتين كلش الدول اللي زدينين غير الحكم المغرب تمسك نستند. هذه كانت الثوابت كانت الاولى في العقيده الاشعريه. العقيده الاشعريه الملخص انه انت لا تكفر احدا، لان بعض العقائد عقائد تكفيريه. انت العقيده الاشعريه لا تكفر احدا انك يسكر الذنوب.
الثانيه المذهب السني، المذهب الفقهي المالكي. لدينا المذاهب السنيه كوز المذاهب، فالمذهب المالكي استمسك المغاربه المدات كله. معنى نختار المذهب المالكي كذلك انه لن تجيز على عدد الامور كانت الوسط غير العبادات، ماني كسا نطبق لعباداتنا تسكرت تلقى يعني المذهب السلوكي او المنهج السلوكي التصوفي، التصوف السني اللي تبنان في ابي الجنيد السالك رحمه الله. تسكست إيجت نظام الحكم، إمارة المؤمنين. ما كان إمارة المؤمنين أن يعني أمير المؤمنين حاكم البلاد انتنا كان رمز للوحدة الدينية والوحدة الوطنية والوحدة السياسية. فكوستغوسيوينا كوستغوسيوينات يخصها أساس نتمسك، يخصها هذا نورس المصدر، ما تبي قال المصدر العقيدة الإسلامية الوسطية اللي لا غير المغرب قرون وقرون. فإذا غيلا يخصى مدند اللي ورفهم تيغوسوين تمسكن التجدد، يعني ربما تمكن غلا أفكار المستوردة، أن الأفكار المستوردة دوش كان غبرة يخصها أدسني ليا الحوار باش أتفهم المدنة إذ غاين وريزقي له المصلحة نسن وريقي المصلحة أنت ما زرتي. التشدد في الدين، الغلو في الدين، التطرف في الدين عمل غير مطابق للبيئة الإسلامية الوسطية المعتدلة، الاعتدال والوسط، الاعتدال والوسط. إوا أيتما ديستما نكمل الجانبات أنسل يسقسين النون اللي يسقسين المشاهدين في الموضوع التطرف والغلو في الدين. غايلين تصادف بزاف الجانب الغلو الدين ان تصادف حياتنا والسند او الاونه الاخيره بعض الطوائف اللي هي رنتيني الى درس او القصر او النوع الضعف الابجديات الدين المسائل الامور اللي تعلق بالعبادات ارتدي توين تسيا الطريقه او سيا المنهج اللي كان المغالاه. اسقسيني العلامه يقاس من تغرس خصها ستندفر باش السلو اوري لي اي المجتمع متسامح وقسوري لي الغلو. مانيش يمكن أنا نعيش غير المجتمع غير اللي خلا التسامح، يعني نقرا ودايد ومسلم درومي بلاد لا نوع التعصب أمس الدين. الأمور هذه خصها توجه إلى المجالس العلمية بالخصوص المجلس العلمي الأعلى اللي خصها يوجه بعض أو جميع إن لم أقول جميع المجالس العلمية هذا وجهن مثلا زوج الكراسي العلمية اللي تيلين حاليا القناة السادسة، فهي مجالس جيدة غير المجالات رخت ملا أو أرتنهاج هي المنهج اللي هو الوسطية والاعتدال غدين. أسقسينو العلماء إيجات ما كان غراس فرد نعيش غير المجتمع كان متسامح دون الغلو. غيتني نزرا أيتما ديستما غير سقسيتنا اللي منسلة نزريتن اللي يبين كله اتفقن غولي سقساني تبارك الله قلت نيت لا سيلا نسن يعني لن صميم الموضوع فما يمكن اساس نجاوب لان ورنوفي غير المده اللي دانا غير اللي يدرسن نجاوب كريغاتيان صايب اسقسي اللي سقسان ماني كاسر نتعامل الاجانب اللي غير دلانين اللي درسن الدينيه ضنين اما ودين اما يرومين اما على كل حال ياتي يبين الجواب انه نكنينا الحمد لله نحترم لا ندرس الاماكن العباده نسن ولي ما يتمنع باش ندرسن العبادات نسن. كذلك القضيه اللي الاسئله المواطنين اللي تعلق ماني غير نكني
اسنا نحاول نجمع دميدنا المتطرفين اللي دنغلاني او المتشددين او المغالين في الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. ما سن ربي الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني حقيقة ورد نتفق ورد ننج، ولكن يخصها نجمع يعني بالحكمة والموعظة الحسنة. أدرنا غير مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم يصيفط سين الصحابة في اليمن باش يدعون المسلمين اللي درسوا كانين الناس نرى ماذا غير الدين الإسلامي ما سننا الصحابة يعني إلا كزنيان اسمه معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. زايد الدرميدنا جمع النسن في الدين نسن أرس نتمالم الدين الإسلامي غلي إلا القرآن الكريم تحافظ نصنا تغاوسي وين التيسير والتبشير وعدم التنفير. تغاوسا اللي رز نتمالم غل أركان الإسلام أتبنون في التيسير. تظليت مثلا ولا الصيام ولا التيسير. التبشير ما يقول التبشير وهو أنه نبين غير يعني ما يفلكين غدينا دنا يعني لا تخاوسي وين اللي يبين الدين ارتدي التبيان دائما صغيكا. هذا الدين يقى الدين الرحمه، الدين المغفره، الدين التكامل والتعاون. هي غيكا اسغي اللي اسيخصا الدين الاسلامي افلسنا حفظ راه الدعوه ولا غل حوار ضغود اللي شويه تشددن. نزرى داغ يعني الاسئله الاسئله اللي يدوش كانين الشبكه الاجتماعيه، التواصل الاجتماعي، شبكه التواصل الاجتماعي. مثلا الاسئله على كل حال انا نحاول نجاوب يسقسين اسقسي اللي زورن إن بعد غلاد بنادم يغيظ مثلا نختك مينس تم غارتنس نغيليس نغيويس يسكر كرا التصرفات الناس هو مثلا تفرقتنس إليس تمزيسون الناس هو خاصها تلبس الحجاب هادو تفوقت كذا يخصها تحبوط الشعر يخصها نخت مغارت كمين هاد لقيت تمغارت يخصها تفوقت برا لحد نمتي قمي درم تروان مادام دي تونا انك ما يخسر برا. ف سقسان يعني ما يقال ان الموقف الاسلام خطغوسي وينا الموقف الاسلام ما يقال ولكن لسنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ابرد اوريس سكت اشكون غلاد ما يقال مثلا ارجازري تزلا تمارتو تزلا يسمكن الاسلام هذاك انه تمارتني لا تزلا دسترزنت ولا دسترزنت يسنا استتوت باش تزلا وهو ارد الجمع ديس الحوار دغايلي باش استهضر بيا وس يغاكو اورتري اتسكرس الامر نكون درك اللي الحق اني افلس تعدد سكن كيف نقدر تلزم سكن الكيفيه. ادعو الى سبيل ربك دائما بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ايضا اتجرن يمكن يعني اسكر حتى نكرا التصرفات وراكو قلت يعني غدي ولكن كانت تصرفات الا كزنت التطرف سقسان يعني واش كان غادي يسقسينا شبكه التواصل الاجتماعي. ايضا التعامل تاع جارنك يعني باللين وبالرفق. حاولت باش تبينت تيغوسوينا سلين درت لك كميه الدرجه اللي غرات تحكم قراتون حكنا الاصطداما يخصها اسروريلي حتى يطاوسا. وهكذا يتم ديستما راه نكمل الحلقه نغصه. كنت تشكر اللي غاختب عام انتظر بربي ان استفيد غمنظره دمننا
أردوا رياضني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.